السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة من كلام من أمريكا. في يوم سماه دونالد ترامب بيوم التحرير Liberation Day، اتخذ فيه الرئيس الأمريكي قرارات يفرض بموجبها رسوما جمركية تتراوح نسبها بين 10 وأكثر من 70%. في أحكام ترامب هذه يحظى المغرب من بين قلة قليلة من الدول بما يمكن تسميته بظروف تخفيف، والمغرب هو الدولة الوحيدة في إفريقيا التي لن تتجاوز الرسوم المفروضة على بضائعها الحد الأدنى الذي هو إذن 10%. هذه الرسوم الجمركية ليست قرارات مزاجية لرئيس أمريكي يريد أن يغرد خارج الصين ويخندق اقتصاد بلاده وراء جدار حميائي لحماية ميزانه التجاري. برنامج ترامب الذي وعد بتطبيقه خلال حملته الانتخابية هو أن يعيد لأمريكا هيبتها وقوتها ثانية، Make America Great Again، المعروف بماجا. هذه الرسوم الجمركية هي فقط واحدة من الوسائل المعتمدة لبلوغ هذا الهدف. مهندسو هذه الرسوم اهتدوا إلى هذا السلم من النسب المئوية بناء على مقاييس تهم خاصة وضعية الميزان التجاري مع الدول المعنية ودرجة الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية معها. فيما يخص المغرب، كونه أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، أو أنه أهم شريك استراتيجي خارج حلف الناتو، غير كافي لاستثناء المغرب من هذه الحواجز الجمركية. ولم تشفع له كذلك اتفاقية التبادل الحر التي تربطه بأمريكا منذ فاتح يناير 2006. الكل يعلم الرعب الذي أصاب معظم دول العالم عقب الإعلان عن هذا القرار، خاصة التي تعتمد بشكل مصيري على السوق الأمريكي كالصين واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا. لكن بعض الملاحظين يرون أن هذا الرعب غير مبرر ما دام ترامب يلوح بهذه الرسوم فقط كوسيلة لجر أهم الدول المصدرة إلى أمريكا إلى طاولة المفاوضات، وأن إمكانية حرب تجارية تتوقف على نتائج هذه المفاوضات. الملاحظون داخل أمريكا هم كذلك قلقون من تداعيات هذه الرسوم، وتجر ناقوس خطر انهيار اقتصاد غير مسبوق قد تكون أولى بوادره انخفاض مهول في بورصة وول ستريت الذي ألقى بظلاله على معظم الأسواق المالية في العالم. قرار الرسوم الجمركية الذي أدى كذلك إلى تقوية جبهة الداخلية الأوروبية يجب أن نلاحظه. هذه الدول التي تدرس إمكانية رد موحد وقوي، ولم يتوقف الأمر هنا بل تعداه إلى تحالف مرتقب بين دول أوروبا والصين، مما بدأ يخيف الرأي العام العالمي من حرب تجارية عالمية. في الداخل الأمريكي أدت قرارات ترامب، خاصة منها التي لها وقع مباشر على الأسعار والقدرة الشرائية للأمريكيين، أدت إلى مظاهرات ينادي بعضها برحيل هذا الرئيس، رغم أن مساندي سياسته الحميائية يقللون من تأثير هذه الحواجز الجمركية، ورغم أن حزبه لا زال مجندا وراءه ويسانده للخروج من عنق الزجاجة. الكل الآن ينتظر ما ستؤول إليه المفاوضات الممكنة، خاصة مع كندا والمكسيك والصين. وكيفما كانت نتائج هذه المفاوضات، فنسبة الرسوم المفروضة تبقى هي من الأهمية بمكان. صحيح أن المغرب من الدول القليلة المحظوظة في هذه النقطة،
لكن لا يجب أن ننسى أن النسبة المفروضة على صادرات السيارات ليست هي 10% بل 25%، وأن المغرب أصبح من الدول الرائدة في هذا المجال. وصحيح أيضا أن المغرب لا يصدر سياراته في الوقت الراهن إلى السوق الأمريكية، وأنه يقتصر على القارة العجوز وبعض دول إفريقيا وآسيا. لكن الأمر سيتغير في السنوات القليلة القادمة حينما يبدأ المغرب في إنتاج سيارات المستقبل، السيارات الكهربائية، وهذا ليس مجرد حلم. الدولة الرائدة في هذا القطاع، أعني بذلك الصين، تعتزم فتح أكبر مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في المغرب، والكل يعلم مدى تنافسية السيارات الكهربائية الصينية وكذلك جودتها المحترمة، وأن صورة الرداءة اللصيقة بالبضائع الصينية قد ولت إلى غير رجعة. واضح أن الصين تستهدف السوق الأمريكية، لكن من البوابة المغربية، رغم أن سيارات المغرب لم تستثنى بعد من 25% المفروضة على السيارات القادمة من باقي دول العالم، لكنها تأمل أن يعاد النظر فيها بعد المفاوضات المرتقبة. على أي يرى المراقبون أن المغرب قد يكون هو الرابح الأكبر في الحرب التجارية العالمية القادمة. إلى اللقاء.